اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل بيت محمد. السلام عليكم، شلونكم حبايبي؟ إن شاء الله الكل بخير وصحة وعافية يا رب. اليوم راح أسوي وياكم البسبوسة. بسبوسة من بدون سميد، راح أسويها بالطحين وصارت كلش طيبة. إن شاء الله تجربونها وتعجبكم. راح أذكر لكم القياسات مالتها وراح أكتبها همين بصندوق الوصف، خاف تصير مو واضحة عندكم. هنا عندي كوب وربع طحين، وعندي كوب جوز مبروش، وعندي كوب شكر، وعندي كوب وربع زبادي، وعندي رشة ملح، وناخذ ملعقة مات أكل أو خاشوقة أكل خل أبيض حتى تروح الزفارة مات البيض، وظرف بيكنج باودر وظرف فانيلا. بدون مضرب كهربائي، هذا المضرب اليدوي. وما أعرف إذا ضفت زيت، نص كوب زيت. إن شاء الله راح أسجل كل المقادير مالتها بصندوق الوصف. طريقتها كل سهلة وبسيطة وسريعة. والجوز المبروش اللي راح أضيفه جوز مبروش دهني، مو هذا الجاف. لا، الجاف ما يصير طيب يعني بالبسبوسة، مو مثل الدهني ينطيها طعم كلش طيب. أنا إذا أريد أستخدم مثلا وصفة وبيها جوز مبروش، أجيب الجوز المبروش الدهني لين يصير طعمه طيب، مو مثل الجاف. هسه ضفت كوب الشكر وراح همين أحركه. هي ما تحتاج يعني هواي مجهود، يعني مو مثل الكيك لازم تنخلط عدل، وهذه لا، نخلط المواد بس فقط نذوبها. أذوب الشكر ويا البيض والزيت، أرجع أضيف بقية المواد. هذا عندي هنا كوب زبادي، وبعدين راح أرجع أضيفه ربع كوب. انتو تخلطونها وتشوفون القوام مالتها. أنا هسه بالبداية يعني توقعت راح أكتفي بالكوب، بس بعدين من خلطتها، من ضفت الطحين وضفت الجوز المبروش، شفت القوام مالتها ثقيل، بعدين ضفت لها ربع كوب، فصار كوب وربع حسب الطحين اللي عندكم. اكو طحين يحب السوائل، واكو طحين لا. ضفت كوب المبروش، هسه راح انخل الطحين. بالبداية انخل الكوب، وبعدين انخل الربع كوب، واضيف وياه البيكنج باودر. صار طعمها كلش طيب بنات، جربوها صدقوني راح تعجبكم. هذه الطريقة مؤلة بسميد حتى بالطحين الصير، وخاصة إذا تسوونها بالليل وتخلونها بالثلاجة اليوم ثاني. أنا سويتها بالليل وضفت لها الشيرة أو القطر وخليتها اليوم ثاني. صار طعمها كلش طيب، خاصة يعني من تبرد تصير كلش طيبة. شوفوا بعد ما ضفت الطحين شلون صار قوامها ثقيل. هسه راح ارجع اضيف لها ربع كوب زبادي. كوب شكر كلش كفاية، لان بعدين راح نضيف لها الشيرة، فحتى لا تصير حالية كلش زيادة. يعني الشيرة انا مسويتها قبل بوقت ومخليتها باردة.
بس تطلعونها من الفرن وهي حارة رأسة، بالسكينة قطعوها يعني على القياس اللي انتو تردونه والشكل اللي انتو تردونه، وبعدين ضيفوا عليها الشيرة. هسه عندي هذا البايركس دهنته بزيت وطحين، هسه راح اضيف له اضيف الخليط ببطنه داخله. انا اثناء ما كنت اشتغل مشغلة الفرن. هسه ارجع اساوي الوجه مالته حتى لا يعني يبقى صفحة عالية وصفحة ناصية. اساوي الوجه مالته بالسباتولا حتى يصير كله متساوي. هسه راح اضيف على الوجه جوز مبروش. الجوز المبروش يعني هذه الإضافة اللي تضيفونها على الوجه هو اللي هو الجوز المبروش، ينطيها طعم كلش طيب وشكل حلو. راح يتحمر بالفرن، فراح يصير كلش شكلها حلو. راح ادخلها للفرن بعد ما اضيف الجوز المبروش على الوجه مالتها. هذه هنا طلعتها من الفرن. بالحقيقة لونها كلش حلو، لونها ذهبي، بس بالتصوير ما اعرف ليش هيك طالع لونها. هسه وهي حارة انا ضفت لها الشيرة. انا هسه قطعتها هيك مربعات بس ما يعني مو واضحة. هسه متشبع بالشيرة راح يبين شكلها واضح. هاي بعد ما شبعت بالشيرة شربت الشيرة كلها، بين شكلها. هنا طبعا بعد هي حارة مو كلش باردة، بس حبيت اشوفكم اياها. بس بعدين من بردت صارت كلش طيبة وشبعت بالشيرة، ومثل ما نقول يعني ارتاحت، فصارت كلش طيبة. انا بالنسبة الي يعني عجبتني اكثر من مالت البسبوسة مالت السميد. وهذا اللون الجوا تشوفونه يعني حسبالكم يعني محترق او لا مو محترق، هي اخذت لون شوي زيادة. انا تعمدت اخليها تاخذ لون لان هذا الجوا صار طعمه يخبل كلش طيب صار طعمه. هاي هنا بعد هي حارة يعني مو كلش باردة العفو، يعني دافية مو حارة كلش دافية، بس ما خليتها بالثلاجة وبردت لا اختلاف طعمها كلش. هذه هنا بعد ما خليتها تبرد كلش بالثلاجة اشوفكم شكلها. والتزيين حسب الرغبة مالتكم، حسب الذوق مالكم، شنو تحبون تزينونها زينوها، تحبون تخلونها على شكلها همين كلش حلو. صارت من الداخل كلش هشة، يعني مو قاسية وقوة تنقص بالشوكة، لا صارت كلش هشة، خاصة من شبعت بالشيرة. لهنا يخلص الفيديو مالتنا، وإن شاء الله عجبكم وفي حفظ الرحمن، ومع ألف ألف سلامة. لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة.